قال الزهري: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. هذا اللفظ قال الحافظ رحمه الله: رويناه بكسر النون وفتحها، فالأول المراد به من فيه تكسر وتثن وتشبه بالنساء. يعني هذا اللفظ وهذا الوصف كان مشهورا عندهم، ومعناه عندهم هو الذي فيه تكسر وتثنن، لا يمشي مشية الرجال، ولا يتكلم كلام الرجال، ولا كذلك يتشبه بالرجال، إنما يتميع في كلامه وفي لباسه وفي مشيته وفي وقفته وفي حركاته وفي صفاته، فيتشبه بماذا؟ بالنساء في ذلك، يتشبه بالنساء في ذلك. نعم، هذا بكسر النون. والثاني الذي هو بفتح النون المراد به من يؤتى، يعني اللوطين، نسأل الله العافية. وكم فتح من الشر في هذا الزمن لهذا الصنف الخبيث المخبث، ورمى أهل الفتن والشر من أعداء الإسلام ببلائهم هذا على المسلمين، ضيعوا رجولتهم وضيعوا شموخ الرجال وقوامة الرجال، وضيعوا ما أراد الله عز وجل للناس أن يكونوا عليه، فاختلطت عليهم الأمور، فصارت النساء متشبهات بالرجال، والرجال صاروا متشبهين بالنساء. لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وهكذا أيضا المترجلات، وهن اللواتي يتشبهن بالرجال. هذا موجود بكثرة في هذا العصر. والتشبه بالرجال لا يقف عند تشبه بالرجل في لبس، أن تلبس لبس الرجل، أن تلبس الإزار مثلا وما يسمى بالشميز والعمامة، أو القميص الخاص بالرجال، أو الشيء الخاص بالرجال، حتى ولو كان جاكتا يسمى بالجاكت العسكري أو غير ذلك، هذا كله تشبه بالرجال، وصاحب ذلك ملعون. فيما كان من خصائص الرجال لا تتشبه النساء به، إنما النساء لهن ما يخصهن من ثيابهن. ويدخل في تشبه النساء بالرجال تشبه المرأة بالرجل في ما هو من خصائص الرجال، وذلك ببروزها إلى الناس وتضييع الحياء ومخاصمة الرجال والوقاحة معهم والسفاهة معهم. وهكذا أيضا تتشبه بالرجل في أشياء معروف أنها من أمور وشؤون الرجال. هذا نوع من التشبه الذي يخشى على صاحبه من اللعن. والمتشبهون من الرجال بالنساء يتشبه بالمرأة في حركاته كما تقدم، وبعضهم وصلت به قلة الحياء
إلى أن يتشبه بالمرأة فيما يسمى بالمكياج وأحمر الشفاه، يتشبه بالنساء في فعل القرط الذي على الآذان، فيفعل له أخراصا على أذنه، ويتشبه بالنساء كذلك أيضا بعضهم في أشياء من شؤون النساء. وصل الحال في هذا الزمن الذي كثر شره، وصل الحال بكثير من هؤلاء إلى أنه يسعى سعيا حثيثا إلى أن يكون امرأة، فيقطع عضوه الذكري ويريد أن يكون امرأة، نسأل الله العافية. وهكذا أيضا يسعى لأن يكون له ثديان، ولأن يكون امرأة يلبس لباسها ويتكسر بتكسرها ويرقق كلامه ويطرح في كلامه ويخضع بالقول، ذهبت الرجولة. وهكذا أيضا في بلاد الغرب قننوا القوانين وشرعوا الشرائع في زواج من يسمونهم بالمثليين، وهم اللوطة، نسأل الله العافية. فيجيزون للرجل أن يتزوج رجلا وللمرأة أن تتزوج امرأة بعقد من محاكمهم. هذا لماذا لا أحد ينكر عليهم هناك؟ لأن هذا قد مرر على ديمقراطيتهم التي فيها أن الناس هم يحكمون أنفسهم، لا حكم لكلام الكتاب الله ولا لدين الله. الناس يحكمون أنفسهم، احترام الرأي والرأي الآخر، احترام حرية الفكر، حرية المرأة، حرية الأقوال والأفعال. نعم. وإذا جاء المسلم يتمسك بدينه ما قالوا حرية دين ولا حرية فكر ولا حرية اعتقاد، بل قالوا هذا إرهاب وتشدد، وهذا لا بد أن نحاربه، وهذا لا بد أن كذلك أيضا نقف له بالمرصاد. فتتجمع قوى الشر كلها في سائر الأرض على الإسلام وأهله. إذا قال المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتمسك بدينه، يكادون أن يزرقوه بأبصارهم، بل وصل الحال بأنهم وصل أذاهم إليه بالأقوال والأفعال والتشهير والتشنيع. المرأة المسلمة لا تستطيع في بعض بلاد الغرب أن تلبس الحجاب إلا في بعض القرى البعيدة عن المدن الرئيسة، وإلا ينزع حجابها على الملأ وتغرم بكذا كذا من الأموال. أين حرية الرأي؟ أين حرية الاعتقاد عندهم؟ لا، المقصود بحرية الاعتقاد وحرية الرأي أي فيما يضر الإسلام والمسلمين. عندهم من المتطرفين الذين يسمونهم اليمينيين أو اليساريين أو هكذا، متطرفون على أحكام تلك الدولة وعلى أسسها وعلى قواعدها. هؤلاء عندهم من ضمن الشعب، لهم كلمتهم ولهم رأيهم. والمسلم إذا أراد أن يتمسك بدينه قالوا متطرف، إرهابي، متشدد. فإذا هذا نعلم منه معاشر المسلمين أن هذه إنما هي أضحوكات يضحكون بها على المسلمين وعلى العرب خاصة. وإذا بالسذج والمغفلين من المسلمين يطبلون لمثل هذه الفواحش ومثل هذه الدناءات. يقول الزهري: لا نرى أن يصلي خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها، يعني بالكسر المخنث المقصود به المتكسر. وقد جاء في حديث أن
رجلا على هذا الوصف كان يدخل أبيات النبي صلى الله عليه وسلم ويظنونه عنده تكسر وتميع، فكانوا يظنونه ممن لا إربة له بالنساء، لأن الله سبحانه وتعالى قال غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل، وكانوا يظنونه من غير أولي الإربة أي الذي لا حاجة له بالنساء، ما يسمى بالأخبل الذي لا يدرك. بعض الناس ابتلاه الله سبحانه وتعالى بشيء من المرض في عقله فصار هكذا، يعني ماذا أخبل معروفا عند الناس، هذا لا إربة له، لا يبحث عن النساء ولا يدري من النساء ولا شأن له بهذا الباب وبهذا الصدد. فهذا ليس يعني ماذا يجوز للمرأة أن تظهر عليه، لأنه لا ضرر عليها منه ولا فتنة عليه ولا منه لحاله المذكور، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فكان هذا الرجل الذي كان يدخل أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يظنونه من غير أولي الإربة، فدخل مرة على أم سلمة أم المؤمنين وعندها أخوها عبد الله، فقال له: يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل ب4 وتدبر ب8. عليك بابنة غيلان أي لتكن من نصيبك في السبي أو نحوه، فإنها تقبل ب4. قال العلماء المقصود عكن البطن، يعني عندها سمن، وإذا مشت تعطفت عكن بطنها عن جوانبها، فكانت إذا أقبلت ترى عكن بطنها 4، وإذا أدبرت ترى 8، 4 من هنا و4 من هنا. المقصود أن هذا الرجل واسمه هيت، نعم، سمعه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ألا أرى هذا يعلم ما هنالك، يعني هذا الذي كنا نظنه من غير أولي الإربة، وإذا به يأتي بأشياء تدل على أنه يعلم ما هنالك، معناه يعلم هذه الأمور. ثم قال: لا يدخلن هذا عليكن، لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فمنع. وإن كان فيه نوع يعني غفلة أو نوع كذا، لكن ما دام أنه يعلم ما هنالك ويعرف أشياء متعلقة بالنساء فهذا يمنع. وكذلك أيضا في الأطفال، بعض الأطفال تجد عنده في هذه الأمور وقاحة، وتجد أنه تربى في أسرة ما ربته على الحياء والحشمة وعلى الأدب، في بعض الأسر ربما يشب الغلام وتشب المرأة وما بعد البلوغ وهم لا يعرفون أشياء من شؤون يعني الرجال والنساء، ونعم ما يسمى بلغة العصر الأمور الجنسية، لا يعرفون، لأنهم تربوا على أشياء من الحشمة، من الأدب، من كذلك أيضا الحياء، من ما عندهم في مجالسهم ولا في كذلك أيضا أحوالهم، لا يرى في بيته شيئا يستثيره، ولا من كلام ولا من صفات ولا من أحوال ولا من كذلك أيضا تعري ولا شيء. فتجده يصل إلى البلوغ وما بعد البلوغ وهو لا يدري، ربما تبلغ المرأة تحيض ما تدري ما هذا الذي دهاها وأصابها، حياء عظيم وشديد. طيب، وفي بعض القرى وبعض البلدان بعض البيوت تجد الطفل ابن شبر ولسانه ذراع، طوله شبر ولسانه ذراع، إذا به يعرف الطويلة والقصيرة والبيضاء من السمراء والأسنانها مكسرة من أسنانها سليمة وصاحبة، وإذا به
يصف أعظم من وصف الخطاب التي تخطب النساء. هذا ما للنساء حق أن لا يدخل عليهن، لأنه يعلم ما هنالك، فمثل هذا يمنع، لأن الله قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فإذا وقح الطفل صار وقحا ويظهر على عورات النساء لا يدخل على النساء إلا وهن محتجبات يحتجبن منه، لأنه يخرج خبرهن. نعم. فالمقصود من كان هذا حاله هل يصلى خلف هذا الصنف؟ يقول الزهري لا نرى أن يصلى خلفه إلا من ضرورة لا بد منها، من ضرورة لا بد منها. معناه يعني من حيث صحة الصلاة صحيحة، لكن لا يكون إماما للناس وهو على هذا الفجور إلا من ضرورة. وهذا فيه حث للناس أن ينحوا هذه الأصناف عن إمامة المسلمين. وبعض الناس تحوم حولهم شبه وتحوم حولهم كذلك ريب. نعم. إذا استطيع أن يزاح أصحاب الشر، أصحاب كذلك من حولهم ريب، ومن حولهم كذلك أيضا مثل هذه الأمور عرفوا بها، يزاحون عن الإمامة ويؤم الناس الصالحون الذين يكونون للناس قدوة، لا يعرضون الناس لأن يتجرؤوا على أئمتهم في الصلاة. قال الحافظ رحمه الله قال وبه جزم أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين محتجا بأن الأول لا مانع من الصلاة خلفه إذا كان ذلك أصل خلقته، يعني المتكسر هذا بعض الناس يكون أصل خلقته أي هكذا مخلوق فيه خبالة منذ خلق، إما بسبب ضمور في عقله أو بسبب حادث حصل له أو نحو ذلك. قال وبعض الناس يكون رجلا سويا فإذا به يدني نفسه إلى أن يخرج عن نوعه إلى الصنف الآخر. قال ورد بأن المراد من يتعمد ذلك فيتشبه بالنساء فإن ذلك بدعة قبيحة، ولهذا جوز الداودي أن يكون كل منهما مرادا. قال ابن بطال ذكر البخاري هذه المسألة هنا لأن المخنث مفتتن في طريقته. قوله إلا من ضرورة أي بأن يكون ذا شوكة أو من جهته فلا تعطل الجماعة بسببه. وقد رواه معمر عن الزهري بغير قيد أخرجه عبد الرزاق عنه ولفظه قلت فالمخنث قال لا ولا كرامة لا يؤتم به، وهو محمول على حالة الاختيار، وليس هذا من باب أنه لا تجوز الصلاة خلفه، لكن هذا من باب التشنيع عليه في هذه الفاحشة العظيمة وفي هذا الخلق الرذيل